هل عمرك حسيت انك مهما سويت ما يكفي؟ انك دايما تبي تكون الافضل، تبي تكون الاكثر انتاج، الاكثر تحقيق لنتائج، الاجمل، الاذكى، الاكمل. دائما تبي تكون the most, the greatest, the best. بس لحظة، حين اسأل نفسك، هل لازم تكون دائما في هذه الالف لام الف، الافضل، الاحسن، الاجمل، الاذكى؟ ولا انت عايش في وهم من الكمال الزايد؟ الكمال ترى يبدأ غالبا بنية طيبة. انت نيتك طيبة انك تبي تكون افضل، تبي تكون احسن، تبي تكون اكثر تطورا، تكون شخص ناجح. تكون مع الوقت انت من نقطة الف انتقلت الى نقطة باء. تبي تكون احسن في الممارسة، تبي تكون احسن في الاداء، تبي تكون احسن في النتيجة، تبي تحسن، تبي تطور. لكن مع الوقت الطويل لما يستمر فيك هذا الحال، تحول هذا الطموح وهذه الرغبة الحقيقية إلى عبء. صوت في راسك ما راح يسكت، يقول لك ما يكفي، أنت تقدر أكثر، ما يكفي، أنت تقدر أكثر. وكل ما زاد هذا الصوت راح يحسسك بذنب حتى لما تنجح. مو بس حتى لما تنجح، حتى لما ترتاح. أنت تبي ترتاح الحين، أن يهمس لك هذا الصوت. وش يقول لك؟ يقول لك أنت أصلا ما تستحق ترتاح، أنت ما سويت شيء، لازم تكون أفضل وأحسن، والأفضل والأحسن. في دراسة من جامعة يورك في بريطانيا اكتشفوا أن الأشخاص اللي عندهم كمالية عالية، هالأشخاص عندهم قابلية أكبر ب3 مرات للإصابة بشنو؟ قلق والاكتئاب. تخيل، أكثر الناس اللي يسعون للكمال هم أكثر الناس اللي تعبانين من نفسهم. ليش؟ لأنهم دائما عايشين بين صورتين، صورة ذات الحالية وصورة ذات المثالية. هو الحين بين فجوة كبيرة بين الآن هو يشوف نفسه ولا شيء لأنه ما حقق شيء، وبين ذات كاملة مكملة ما فيها أي شائبة، وهذه مستحيلة. فالفجوة هذه كبيرة وغير حقيقية لأنه ما راح يقدر يوصلها. تخيل أن من نقطة وجوده الآن إلى النقطة التي يريد أن يصل لها هي بمثابة حفرة عميقة، فجوة ما راح تنسد، مهما حاولت توصل لها ما راح تقدر. لأن في علم النفس يسمونها فجوة نفسية بين واقع ومثال. كل ما اتسعت هذه الفجوة ضاع الإنسان وسقط أكثر. هو يبدأ يكره نفسه، مو لأنه سيء، لا، لأنه مو كامل. هو يكره نفسه مو لأنه ما عمل، بس هو يرى نفسه أنه ما حقق أي شيء. هو يحفر ويحفر كل يوم، لكن هذه الحفرة ما راح يلاقي فيها كنز، لأن هذه الحفرة أصلا بس هي مجرد حفرة في صحراء، تراب، ويقعد يحفر يوميا دون أدنى فائدة. بس تدري وين المصيبة؟ لما يتحول الإحساس بالاستحقاق إلى فخ. يعني أنت تقول حق نفسك أنا استحق أكون الأفضل، بس هذا الأفضل ما له نهاية. ليش؟ لأنك كل مرة تقول أنا بأكون الأفضل من ماذا؟ من كل شيء. فعندما تصل إلى نقطة بي تريد أن تكون أفضل من نقطة بي، تروح لنقطة سي تقول أبي أكون أفضل من نقطة سي دي، حتى تصل إلى آخر نقطة وتظن أن هناك نقطة بعدها. فدائما الأفضل يبتعد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. مثل لما أنت تكون في الشغل، تظن أن أنت إنتاجيتك دائما ضعيفة لأنك أنت تريد أن تصبح أفضل من اللي عليه الحين. أنت ترى نفسك ولا شيء، ترى نفسك ما حققت شيء، تبي تكون نسخة أفضل من نفسك. هذه النسخة هي غير موجودة لأنها نسخة كاملة. النسخة اللي في راسك اللي أنت تبي توصلها نسخة مثالية جدا لا وجود لها على أرض الواقع. هني يبدأ السقوط في بحر الكآبة، لأن أنت حاط لنفسك تارجت وهدف غير حقيقي، وممارستك حقيقية. ممارستك اللي قاعد تمارسها التحفير في الصخر ظالم لنفسك. الله سبحانه وتعالى خلقك في ضعف، وقال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. أنا ما أقول لا تطمح أو لا تسعى، لا، بس خلينا نكون صريحين، احنا بشر. البشر لم يخلقوا كاملين. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في كمال. إذا كان الله الخالق يقول عني أنا ضعيف، أنا ليش أصر أن أنا أكون كامل؟ ليش أصر وأؤمن بأني أنا أستطيع أن أصل إلى مرحلة كمال حتى لو لم أقلها؟ لكن أنا سعي هذا إلى نقطة معينة هي نقطة كمال. أنا لما أرفع هذا الاستحقاق،
أرفع بشكل مخيف مثل الجبل اللي يسقط علي، هذا كمال، والكمال هذا غير موجود. الكمال لله سبحانه وتعالى. احنا خلنا نكون صادقين الآن، نبذل، نحاول، نطيح، نقوم، نتعلم، هذا شيء طبيعي. بس المثالية الزايدة راح تبوق منك متعة التجربة. ليش؟ لأنك ما راح تفرح باللي عندك. أنت تخيل كل اللي تشوفه عندك هو ولا شيء. مهاراتك اللي الآن موجودة عندك أنت تشوفها ولا شيء، أقل من غيرك، أو هي لا وجود لها حتى في نظر نفسك. الإنجازات اللي حققتها طول هالسنوات أنت تظنها أنها هي ليست بإنجازات، إنما هي شيء إلى الآن أنت لم تحقق به أي إنجاز يذكر. أنت ما استمتعت باللي سويته، ما آمنت باللي سويته، ما قررت أنك فعلا أنت سويت شيء تخليك أنت تشوف نفسك دائما أقل من اللي أنت عليه فعلا. أنت تمشي في طريق في الصحراء، وكل يوم ايش قاعد تسوي؟ قاعد تنظف الغبار. فكل ما رفعت راسك عشان تشوف ايش كثر وصلت، ايش كثر حققت، طالع تلاقي ولا شيء. هذا حال كمالي، ينظف الطريق بس ماكو، ناسي انه قاعد يمشي في هالرحلة وقاعد يقطع المسافات. اكو فيلسوف يقول من يهرب من النقص يهرب من الحياة نفسها. لأن فعلا الحياة ترى هي مجبولة على النقص، والنقص جزء من المعنى اللي انت تعيش فيه. جزء من الجمال هو كونه أنه هو في حالة من النقص، لأن عقولنا ليست مهيئة إلى أن ترى الكمال الآن على هذه الأرض. هو مثل اللوحة الجميلة، أنت لو دققت فيها ودخلت عينك في عمق هذه اللوحة راح تلاقي خربشة، وراح تلاقي ألوان متداخلة، وتلاقي يمكن خدوش بسيطة، لكن كل ما طالعتها بشكل كامل واسع وتخيلت هذا المظهر الجمالي راح تستمتع. الله ما يبيك تكون كامل، انك تعمل، تذنب، تخطئ، شيء طبيعي، لكنك انت مخلص في عملك، مخلص في انك انت تتخيل ان انت تكمل السعي هذا، وتمارس مرة ومرتين وثلاثة، ولا تستسلم ولا تيأس، لأن يعني كل شيء بعدين راح يجي بقدر الله سبحانه وتعالى، وراح يصير بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ختاما، إذا كنت اليوم أنت طارد الكمال، وقف شوي سأل نفسك، هل أنت تبحث عن تميز ولا تهرب من خوف معين؟ قول لنفسك اليوم أنا استحق أكون إنسان ناجح، لكن ممكن أكون إنسان ضعيف بس أنا صادق. ممكن أكون إنسان ضعيف لكن مرتاح. ممكن أكون إنسان ضعيف لكن الحمد لله لأني أنا إنسان كما خلقني الله سبحانه وتعالى.